الزمالك بيفوز على نادي بيراميدز 1-0 وبيتصدر بطولة الدوري العام. افضل جملة ممكن تحفز اي فريق في وجود اقل الامكانيات، الجملة اللي بتتقال على نادي الزمالك من بداية الموسم، وهي طبعا تحفيز كبير جدا للاعيبة الزمالك، مش تقليلا منهم، ده بل بالعكس بترفع الضغوطات من عليهم وبتديهم حافز ان هم يثبتوا ان هم مش اقل من اي حد، وان هم قادرين ان هم يتصدروا بطولة الدوري العام. تعال نشوف هل فعلا نادي الزمالك كان بيلعب بأقل الإمكانيات، ولا دي جملة تم تصديرها لجمهور الزمالك وجمهور الكرة بشكل عام، ولكن في الحقيقة الزمالك عنده رفاهية إن هو يخلق منافسة بين اللعيبة بشكل مختلف عن الفرق التانية. الزمالك عنده في نص الملعب بس محمد السيد، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، آدم كايد، محمود جهاد، وأحمد ربيع، وكمان مشى ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا. متخيل ان الزمالك عنده 9 لعيبه في نص الملعب بادئ بيهم الموسم ومشى منهم 2 لعيبه، ده اللي عمل جو منافسه قوي جدا بين اللعيبه دي، ان مفيش حد ضامن مركزه، بعكس النادي الاهلي اللي عنده في المركز ده 4 لعيبه: محمد علي بن رمضان، اليو ديانج، مروان عطيه، امام عاشور، وكان عنده قفشه ومشاه وما جابش بداله، وكان عنده احمد رضا وعمر الساعي وبرضه مشي وما جابش بدالهم حد. نادي الزمالك في مركز راس الحربه عنده 4 مهاجمين: ناصر منسي، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، وعدي الدباغ. نادي الزمالك استغل بند الفلسطينيين وتعاقد مع 2 لعيبه فلسطينيين: ادم كايد وعدي الدباغ. النادي الاهلي ما تعاقدش مع 2 لعيبه فلسطينيين وساب البند ده. نادي الزمالك بدأ الموسم بدفاع راح منه 2 لمنتخب مصر في كاس افريقيا: محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، في حين ان النادي الاهلي بدأ الموسم بطقم دفاع راح منه 1 بس لمنتخب مصر في كاس افريقيا: ياسر ابراهيم. نادي الزمالك عنده افضل باك شمال مصري احمد فتوح. النادي الاهلي بصعوبه قدر يتعاقد مع يوسف بالعمري في يناير ده. الكوره يا جماعه مش اسماء ولا هتجيب لعيبه هتلعب على رصيد ليهم مع فرق تانية، الكوره انت فين وانت هتخلق جو منافسه ازاي وهتقدر تسيطر على اللعيبه دي ازاي، وهل هتنفذ العدل والحق بين جميع اللعيبه، وهل اللاعب اللي يستحق يلعب يكون موجود ولا لا. من وجهه نظر نادي الزمالك اللي هو فيه ده وتصدر له بطوله الدوري العام بسبب ان هو ما عليهوش الضغوطات اللي موجوده على نجوم النادي الاهلي، لعيبه نادي الزمالك ما قبلتش على نفسها ان هي يتقال عليها اقل الامكانيات، واثبتت للجميع ان هم يقدروا ينافسوا على بطوله الدوري العام، ودلوقتي هم في المركز الاول. صحيح الدوري لسه في الملعب، وانا اتوقع ان النادي الاهلي عنده النسبه الاكبر والفرصه الاكبر للفوز بالبطوله لسه، لكن اللي حققه نادي الزمالك ده احقاقا للحق بسبب ان الزمالك ما عليهوش الضغوطات اللي كانت موجوده على الاهلي في بدايه الموسم، بالرغم ان سكواد نادي الزمالك اسماء مش لامعه قوي في الدوري المصري، ولكن عندهم رفاهيه الاختيار، وكمان اي مدير فني بيفهم زي الكابتن معتمد جمال يقدر يخلق منافسه قويه بين اللاعبين. شكرا.